هذه الدول أتميز بعلاقات متميزة ورائعة معهم، وأسخر هذا كله. وقلتها في الجلسة، الأخ علي الراشد مشكورا اجتهد وطرح اسمي لما أحد الأخوة طرح موضوع. بس عفوا، انت لما قلت ان علاقات مميزه، اليوم بالنواب قاعد يقول لك انه والله في خطر ايراني على الكويت، انت شلون تتميز بعلاقات؟ انا اتمنى حلو جميل. نعم. والله انا شلون تتميز علاقتك وياهم بالحال؟ لن ابرئ احد. وجميل جدا في لجنه الشؤون الخارجيه لما نقعد حلو نسكر الابواب، الحكومه معانا، نضع ادلتنا من اي خطر ايراني يتهددنا، خطر عراقي، خطر سعودي، على اساس انه كان يقول لك في شيء ملموس، الخليه اللي تم القبض عليها قبل فتره. يا اخي خليه، اكو خلايا، مو سمعنا ان انمسكت خلايا وبعدين طلعت فاشوش من ايران مسكوها على الكويت، وايضا لنا احنا هني وطلعت. اكو موضوع الخليه امام القضاء، والقضاء يستطيع بالاخير ان يشوفها ويكيفها ويحكم على المتهمين فيها، وبعدين نشوف حجم هذه الجريمه، وبالتالي شنو الخطر اللي كانت تشكله هذه الخليه، وبالتالي ايش كانت تهدف، امتى الهجوم الكاسح على الكويت مثلا. نتناقش احنا مع الحكومه تبصرنا وناخذ قرارنا احنا كممثلين لهذا الشعب نحفظ فيه الكويت. وطلع بس لنا بسالك اسئله سريعه وبعجاله باجابات. بس انا ما جاوبتك. نعم. انا هذه علاقاتي المتميزه وبالتالي اسخرها للكويت، مثل ما عندنا كثيرين من الاخوه عندهم علاقات متميزه. الاخ محمد الصقر علاقاته متميزه في العلاقات الدوليه الخارجيه، يسخرها لخدمه الكويت. مثل ما الحكومه تسعى في قنواتها الدبلوماسيه، احنا نسخر هذا. انا ما عندي علاقه طيبه مع السعوديه، كنت اتمنى الاخوه ايضا يسخرون علاقتهم ويحفظون لنا حدودنا ويحفظون لنا مياهنا الاقليميه ويحفظون لنا كل ممتلكاتنا اللي عندنا الشواهد على انها ايضا تم انتقاص حقوق